مرحبا وأهلا وسهلا فيكم يا حلوين بفيديو جديد وطبق جديد. اليالنجي السوري والحلبي خصوصا. ومنشان ما يطول وقت الفيديو كنت فارمة من قبل بندورة بقدونس ونعناع، وهلأ رح نفرم البصل وبقية الخضار. الكميات يا حبايب القلب طبعا حسب مقدار الرز يلي بدكم تعملوه، مقادير غير ثابتة. هون فرمت البصل، فليفلة الخضراء، هلأ الفليفلة الحمراء كمان. هون عم حمص جوز، عم حمص جوز بسمنة مو بزيت، والسمنة رح أضيفها لمقادير أكلتنا لحتى نحصل على نكهة إضافية. هون عندي كمية الرز، ولطبختي أنا احتجت ل700 غرام رز، واحتجت ل800 غرام ورق عنب. هون عندي مقادير التوابل يلي بدي أضيفهم للرنجة، واللي هن عبارة عن فلفل أسود معلقة كبيرة، معلقة كبيرة بن، معلقة كبيرة ملح، نص معلقة كبيرة سبع بهارات، فليفلة حمرا مطحونة معلقة، ومعلقة كبيرة نعناع يابس، وكمان مكعبين ماجي ضيفهم كلهم على الرز. هلأ بضيف الخضار يلي سبق إني فرمتها، كمان معلقة كبيرة توم. وهلأ عندي هدول المواد كمان بدي أضيفهم للخلطة حتى نحصل على أطيب طعم. بالأول ضفت رب البندورة يلي هو عبارة عن حوالي معلقتين، وكمان سائل بندورة مقدار نص فنجان شاي، دبس الرمان نص فنجان شاي كمان، تلت فنجان مية الحصرة، والجوز يلي سبق وحمصته مع الدسم تبعه، وكمان نص كاسة زيت زيتون. بقلب المواد كتير منيح. هون عم ورجيكم ورق العنب يلي رح لفه، واللي قلت سبق وقلت إنه 800 غرام. هلأ بقى وصلنا لمرحلة لف الورق العنب. مديت على الطاولة قطعة نايلون كبيرة، ورح لف عليها ورق العنب لأني ما بحب لف على الصينية، وما بحب لف في الصحن. بهالطريقة بحس برياحة أكتر ورواق أكتر وأنا عم لف ورق العنب. وطريقة اللف هيك يا حبايبي واضحة عليكم بالصورة كتير منيح.
وأكيد بتعرفوا يا حبايبي إنه طريقة لف اليالنجي بتختلف شوي عن طريقة لف اليبرق، لإنه هون بنلف اليالنجي شوي بيطلع أتخن من اليبرق العادي، بنكتر فيه حشوة لإنه فيه كمية خضار كبيرة وأكيد راح تدوب أثناء الطبخ. وهون يا حبايبي بكون خلصت لف اليالنجي تبعي، والمرحلة اللي بعدها إني راح أصفّه بالطنجرة، فهون عم حط شرائح بندورة وشرائح بطاطا بأرضية الطنجرة، منّه مشان اليالنجي ما يلزق بأرضية الطنجرة، ومنّه كمان شرائح البندورة وشرائح البطاطا بيعطوا طعم كتير لذيذ لليالنجي. وكمان قرنين فليفلة، سنون توم، كلّه هاد لتعزيز النكهة. هلّأ بقى راح صف ورق العنب بالطنجرة متل ما راح تشوفوا يا حبايب القلب. لازم نصفّه بطريقة كتير مرتّبة مشان بعد ما يستوي ونيجي نقلبه بالصحن ينقلب معنا كمان بطريقة كتير حلوة ومرتّبة. ولتحضير الصوص يلي راح نضيفه لليالنجي ضفت كمية من دبس الرمان، صوص البندورة، وكمان مقدار من مَيّة الحصرة، ملح، توم، وأنا ما كتير عم ركّز بالكميات لإن كل سِت بيت راح يكون طبختها حسب عدد أفراد الأسرة عندها. هون عم ضيف مي، وكنت من قبل ضايفة حوالي معلقة بقدونس، نعناع يابس، باحرّك المواد مع بعضها وبضيف بعدين السائل على طنجرة اليالنجي عندي، ولازم حبايبي مقدار السائل ما يزيد عن ارتفاع اليالنجي بالطنجرة، لأن اليالنجي فيه كمية خضار كتيرة وراح يبذل مي كتير أثناء الطهو. هون عم ضيف نص كاسة زيت كمان، زيت زيتون طبعًا، وبارفعه على النار وباتركه يستوي على مهله على نار كتير هادية، وأكلتي احتاجت لحوالي 4 ساعات ونص لحتى جهزت عندي. هلّأ هيك تاني يوم عم فرجيكم الأكلة لإني أنا تركتها لتاني يوم تبرد بميتها بالسائل اللي بقي منها، وبهي الطريقة بتكون حبة الرز ارتاحت على الآخر وامتصت كل السوائل الموجودة وفتحت على الآخر. وهلّأ هون قلبت طبختي بصحن كبير وشوفوا معي على المنظر الفخم يلي بيسر القلب والخاطر، المنظر والريحة بياخدوا العقل والطعم لذيذ لذاذة ما إلها وصف صدقوني. وهيك يا غوالي بتكون أكلتنا لليوم خلصت. بتمنى منكم إذا عجبتكم قناتي تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، تحطوا لي لايك وتعليق حلو من حلاوة قلوبكم. وإلى اللقاء بفيديو جديد وبطبق جديد.